السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض احلى رز بالخلطة ممكن تعمليه لحشو الفراخ او لحشو الحمام. طريقة سهلة جدا وبطعم روعة جدا وهيرجعك لأيام زمان كده، الطعم الأصيل بتاعنا. بمكونات بسيطة جدا وسهلة ومن غير توابل كتير ولا أي تعقيد في الطريقة ولا في الوصفة نفسها. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو انتي اول مرة تشوفيني، انا شيماء شاهين ودي قناتي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل الوصفات الجديدة. اول حاجة هنجهز الكبد والقوانص اللي احنا هنشتغل بيها. بنضف الاول القوانص من الدهون اللي بتبقى موجودة، هي بتبقى جاية من عند الراجل متنضفة. بس انا بحب اشيل برضو الدهون الزيادة دي. هي لازم تبقى فيها نسبة دهون بسيطة عشان تدي دسم كده للسلق نفسه او للشوربة اللي هنعملها بتاعة الرز او لأي حاجة يعني انت بتستخدمي فيها. فانا بنضف الزيادات مش اكتر، يعني مش بنضفها خالص تبقى ما فيهاش دهون خالص، لا بشيل الكمية الزيادة بس. وببتدي بقى اقطعها كده لمربعات صغيرة عشان تبقى سهلة في السوا وما تاخدش وقت في التشويح على النار. الرز ده تقدروا تعملوه لوحده، يعني انا بحب اعمله اكلة مش للحشوة بس، يعني بحب اعمله جدا. اللي هو الرز اللي بالكبد والقوانص ده بيبقى حلو قوي. بس انا بزود عليه لما بيبقى كحشو، بزود عليه قرفة عشان يدي طعم حلو للخلطة بتاعتي. لكن لما بعمله رز عادي بالكبد والقوانص كده، بستكفي بالتوابل الملح والفلفل. بس ما بزودش عليهم اي حاجة تاني يعني. بنضف بقى زي ما انتم شايفين كده، حتى اللي هي الكلاوي الصغيرة دي بحاول انضفها من جوه كده. وفي حاجة برضو انا عايزة اقول لكم، لو تقدروا تفصلوا الكبد عن القوانص، لان في اثناء التشويح الكبد بتستوي اسرع، فممكن تتهري معاكي لو انتي طولتي قوي لحد ما القوانص تستوي. فممكن تنزلي الاول في الطاسة بالقوانص، تاخد تشويحتين الاول، وبعد كده قبل السوا تنزلي الكبدة، فالكبدة ما بتاخدش وقت معانا خالص في السوا. خلاص كده قطعت الكمية بتاعتي بقى كلها. آه انا ما كنتش عاملة كمية كبيرة، بس حاولت اقطعها كلها قد بعضها. حطيت بقى في طاسة على النار، حطيت معلقة سمنة كبيرة وحطيت عليها معلقتين زيت الذرة عشان بس ما تتحرقش معايا. واول ما بتبتدي تسيح، عايزين تستكفوا بزيت الذرة تمام، عايزين تستكفوا بالسمنة البلدي. انا بعمل ايه؟ خليط كده ما بين الاتنين. ببتدي انزل بس والنار عالية كده. بنزل بقى الكبد والقوانص على السمنة تاخد الصدمة الاولانية. وبقلب بس عشان ما تلزقش وتتحرق من ناحية واحدة والناحية التانية تبقى لسه نية. لو كمية السمنة انتوا شايفينها كتيرة، هي مش كتيرة، بس عشان الطاسة انا عاملاها هحط فيها الرز، فمزودة الكمية شوية عشان الرز. لكن كمية الكبد والقوانص هي اللي مش كبيرة، يعني انا مش مكترهم، دول اللي هم بتوع الفراخ اللي هتتحشي. بعد ما سايباهم بقى يتشوحوا شوية على النار، وهبتدي كده ممكن تعملوها في الكبة وممكن تعملوها على ايديكم. ببتدي ابشر بصلتين حجمهم متوسط، وببشرهم عشان يبقى حجمهم صغير كده، ما نحسش ان هم بيقروشوا معانا في الاكل. فببشرهم بالمبشرة، بتبقى أسرع بصراحة بالنسبة لي من إني أستخدم الكبة بتاعتي موجودة الكبيرة. ما عنديش اللي هي الكبة الصغيرة للأسف بتاعة الثوم والبصل. فبحس إن المبشرة دي أسهل، بعملهم على طول على إيدي وبتطلع لي النتيجة اللي أنا عايزاها. انا بعد ما عملت صدمة للكبد والقوانص على النار، سبتهم بس ايه، وطيت النار شوية كده وسبتهم يتشوحوا شوية عقبال ما ابشر البصل بتاعي. ولو انتي حابة تجهزي حاجتك كلها بيكون احسن لك يعني.
بعد ما الكبد والقوانص اتشوحت معايا، بصوا بقى اللون البني ده هو ده اللي هيدي البهاريز بتاعت الخلطة بتاعتنا او الرز بتاعنا. ببتدي اطلعهم بمصفى بقى صغيرة كده في طبق خارجي، وببتدي انزل البصل اللي احنا بشرينه. بصوا كمية السمنة قلت ازاي، يعني هي مش انا عايزة بس اوصل لكم ان هي مش كبيرة، الكمية مش كتيرة، بس انا عاملة حسابي ان لسه هتشوح فيها حاجات كتير يعني. بصوا بقى اللي كان لازق تحت مكان الكبد والقوانص هو ده اللي هيدي اللون الحلو قوي الذهبي للخلطة بتاعتنا. وببتدي طول ما انا بقلب بالسباتيولا كده بشيل اللي لازق بقى من تحت ده عشان يمسك في البصلة، وهو ده اللي يدي طعم حلو لكل المكونات بتاعتي. بعد ما بسيبها تتشوح دقيقتين، هي مش بتطول لانها مبشورة طبعا، ببتدي احط بقى الكبد والقوانص، وحطيت الملح والقرفة بتاعتي والفلفل الاسود. القرفة بتدي طعم حلو قوي للرز اللي بالخلطة، وبتدي ريحة حلوة جدا، بس هي بتدي طبعا طعم اقوى للرز بتاعنا. بسيبهم يتشوحوا مع بعض شوية، وبكون في المرحلة دي غسل الرز بتاعي ومصفيه كويس قوي. وبعد كده اول ما بحس انه خلاص اتصفى ومفهوش ميه زياده، ببتدي انزله على الخليط بتاعي، وبقلبه كويس جدا جدا، بتاكد بقى ان كل المكونات كده اتخلطت كويس، وبطلع كل البهاريزه اللي نازله في الطاسه من تحت، بقلبها كويس مع الرز. وبعد كده بنزل حوالي كوبايه واحده من الميه، يعني حتى مش بغطي كميه الرز كلها، يعني بحط كمية بسيطة. انا حسيت ان الرز محتاج شوية فلفل اسود فزودته تاني. بصوا هحط كمية مية مش كتير، حوالي كوباية او كوباية ونص، يدوب بوصل لمستوى الرز نفسه، لان انا مش هسويه سوا كامل، لان لسه هبتدي احشي بيه الفراخ بتاعتي. طبعا الفراخ بتبقى متنضفة كويس ومتجهزة على الحشو. بنطلب من الفرارجي او من السوبر ماركت بقى اللي انتوا بتجيبوا منه، او من اي مكان. انا بس الاول اعرفكم عملت ايه. خلاص انا هسيبه كده لحد ما يستوي، اول ما بيبتدي يبقبق كده بروح مغطياه لحد ما يخش في استوى، في بداية استوى، وبعد كده بطفي عليه وببتدي استخدمه في الحشو. زي ما قلتلكوا الفراخ بتاعتي بتبقى متنضفة كويس جدا. ما تغلطوش غلطتي، اطلبوا من الفرارجي انه ينضفها لكم تنظيف حشو، عشان ما يزودش الفتحات بتاعة الجلد فيصعب عليكم المهمة في الحشو. انا بحط كده الرز بتاعي على صينية كبيرة، وببتدي احط الفراخ او الحمام لو بتعملوا حمام. وبصوا ببتدي افصل الجلد عن اللحم. لو انتوا عايزين تحطوا الرز في المنطقة بتاعت الصدر دي، دي فراخ بلدي صغيرة، انا كنت جايباها للحشو فكان حجمها صغير قوي، يعني كبيرة عن الحمام بحاجة بسيطة، مش حجمها كبير. بنحب طعمها، بتبقى بلدي كده وطعمها حلو جدا في الحشو. وببتدي ألمها كده. بصوا زي ما قلت لكم كان في غلطة في الفراخ للأسف، كانت الجلد بتاعها كان مفتوح زيادة عن اللزوم، فكانت صعبة معايا شوية في التقفيل، لأن الواحد كان بيخاف إن الرز يطلع كله أثناء السلق يعني، وما نستفدش بالحشو اللي احنا عملناه ده كله. فخلوا بالكم من النقطة دي قوي وانتوا بتشتروا الحمام، او وانتوا بتشتروا الفراخ. خلاص كده انا حشيتها، ما بنكبسهاش قوي عشان ما تضربش او ما تفرقعش في الحله او هي بتتسلق. الرز ده لسه بيكمل سواه فبينفش فبيملى المكان. عايزين يعني بنقلب بقى كده الاجنحه. بصوا للاسف الزور، مفروض الزور بحط فيه رز، بس الراجل كان فاتح الفتحه كبيره قوي. بس لو عايزين تعملوه تقدروا، الخيط اللي احنا متفقين عليه بتاع المطبخ تقدروا تخيطوه بيه وتحشوا. فحلة بقى على النار، حطيت مية وحطيت ورق لورا وحبهان وبصلاية وقرن فلفل رومي وملح طبعا وفلفل اسود.
واول ما الشوربه بتاعتي بتبتدي تغلي بحط فيها الفراخ على طول، وبنزلها من الناحيه المفتوحه عشان تاخد الصدمه الاولانيه وتقفل يعني تلم. وبعد ما اتاكد ان هي خلاص استوت، هي كل شويه كده، كل حوالي 10 دقايق ناخد بالنا ونشوف وصلت لمرحله سوت ايه. وبعد كده بنطلعها من الشوربه بالراحه بمصفى. واول ما بتحاول يعني اول ما بتبتدي تبرد شويه، ببتدي احمرها في معلقه سمنه ومعلقتين من الزيت الذره، معلقه سمنه بلدي ومعلقتين من الزيت الذره، وبألف هنا وشفا. يا رب تبقوا استفدتوا مني بأي معلومة. انا عملت معاها رز برضو بالكبد والقوانص بالخلطة، وحطيتهم زي ما انتم شايفين بالتقديم ده. ممكن تعملي جنبيهم ملوخية، ممكن صينية بطاطس، زي ما تحبوا. وبس كده يا حلوين، فيديو النهاردة خلص. يا رب يكون عجبكم وكونوا استفدتوا مني بأي معلومة. لو استفدتوا مني وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل الوصفات وكل الفيديوهات الجديدة. ولو عجبكم، انا شيماء شاهين ودي قناتي. ما تنسوش رأيكم في التعليقات واقتراحاتكم للفيديوهات اللي جاية ان شاء الله.